السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين القناه والقنوات اللي جنبها كمان. انت اي قناه غالي بتدخلها انت منور. اخيرا الاوبو رينو 12 5G في مصر، والسعر اللي اكيد هتلاقيه تحت الفيديو يا في صندوق الوصف يا في اول كومنت. ولو نزلت تشوف السعر تحت بقى ما تطلعش وايدك فاضيه، ارزعني لايك، اشترك، فعل زر الجرس، الكلام ده كله. النهارده جاي اقول لك مميزات وعيوب الاوبو رينو 12 5G بعد فتره مطوله من الاستخدام، وجاي اقول لك بقى ايه الخلاصه. فانا مش عايز اتكلم كتير وخلونا نبدا. اول حاجه لو رحنا على الديزاين بتاع الموبايل ده، سواء السيلفر او اللون البني اللي معايا، حاجه تحفه فنيه. الديزاين كده تحس ان هو كومباكت في بعضه، مفيش حاجه بارزه، كل حاجه مثاليه وسيمتريه بشكل غير طبيعي. الماسكه مريحه جدا جدا في الايد، كيرفاتك بقى وشياكتك، مفيش بروز في الكاميرات، حاجه كده فخمه ورايقه وسيمبل وشيك. من حيث التحمل يا سيدي، فالموبايل ده بيجي بمعيار اي بي 65 مقاوم للميه. غرقت الموبايل ده في ميه ودوست عليه بعربيه وتحمله شديد جدا جدا، والحقيقه موبايل اعتمادي قوي مهما كان، سواء الظهر او الشاشه، عشان في ناس بتقول لي لا الشاشه. الموبايل متين وبيتحمل. من نقط القوه والمميزات بتاعت الموبايل ده هو الديزاين، سواء الشياكه او المتانه. وغير المتانه والشياكه، انا عايز اقول لك الاوبو رينو 12 5G بيتحمل درجات الحراره عاليه اللي بتوصل ل 70 درجه مئويه. واتيفر بقى اي ظروف حراره تعرض لها الموبايل ده هيستحمل وهيسد معاك، يعني حتى لو وقع منك في ميه مغليه درجه حرارتها 70. فمن اكتر مميزات الموبايل الصراحه ان هو اعتمادي، بيتحمل معاك كل الظروف اللي ممكن تخسر موبايلك بعدها، بتحمل وهتاخده تستخدمه مفيش اي مشكله. تاني ميزه في الموبايل ده هي الشاشه، كلها مميزات بصراحه، ما لقيتش في الشاشه دي عيب نهائي. من اول الحجم الكبير 6.7 بوصه، عندك طبعا الشاشه من نوع اموليد، بتيجي 120 هرتز معدل تحديث، بتيجي بكيرفات عشان تديك اكبر نسبه استحواذ ممكنه في الشاشه. الحقيقه الشاشه بكيرفاتها مع كيرفات الظهر عامله سيمتريه وعامله راحه كبيره جدا وانت ماسك الموبايل في ايديك وبتستخدمه. الشاشه كمان بتدعم ال HDR 10 بلس، واللي بيدي لك تجربه مميزه جدا في المشاهده او في الالعاب، سواء بقى درجه تشبع الالوان، الكونتراست، الحده بتاعت الشاشه مظبوطه، لا هي اوفر ولا هي قليله. الحقيقه شاشه مثاليه في المشاهده والالعاب، هتاخد بيها تجربه هتبسطك. عندك كمان طبقه حمايه محترمه جدا موجوده على الشاشه، كورنينج جوريلا 7 اي، وده السر ان انا كل شويه عمال اعمل كده ولا فارق معايا اي حاجه. عندك كمان السطوع بيوصل ل 1200 شمعه تحت اشعه الشمس المباشره، وبتكون شايف كويس جدا ومفيش اي حاجه مضايقاك. نروح لثالث ميزه هنا وهي الاداء او المعالج. طبعا انا عارف ان انت في الاداء مش عايز تسمع ارقام، انت عايز تروح على طول التجربه الفعليه بعد فتره مطوله كانت عامله ازاي. خلينا افكرك ان الاوبو رينو 12 5G بيجيب معالج من ميديا تك والدايمنستي 7300 انرجي 4 نانو متر. وخليني برضه اتكلم معاك بشفافيه اكتر عن الدايمنستي 7300 انرجي. الناس برضه للاسف الشديد مش قادره تغير فكرتها، والمعيار عندها برضه هو الكوالكوم سناب دراجون. فكذا حد بيسال برضه 7300 انرجي ده موقعه فين من سناب دراجون. هرجع اقول لك برضه ان هو بينافس السناب دراجون 7 اس جين 2، ومكانته ما بين ال 7 جين 3 وال 7 اس جين 2، يعني هو متوسط بين الاثنين، وبيتفوق على ال 7 اس جين 2 وبيجي على طول في المرتبه اللي تحت ال 7 جين 3. والمعالج بصراحه مع التوليفه اللي عاملاها اوبو ادى معايا ومش وحش. وبيجي طبعا بنسختين، النسختين 12 جيجا رام، والنسخه الصغيره بتبقى 256 جيجا، والنسخه الكبيره بتبقى 512 جيجا. 12 جيجا رام بتقدر تزودهم من خاصيه الرام اكسبانشن، اللي هي بتاخد من الروم تديك على الرام 12 جيجا كمان عشان تاخد مجموع رامات 24 جيجا. اما ال 512 او ال 256 فهم جايين من نوع ذاكره محترم جدا وسريع جدا UFS 3.1 مع واجهه اوبو الاحدث الكالر اس 14.1 المبنيه على اندرويد 14. الحقيقه واجهه اوبو هنا كلها مبنيه على الذكاء الاصطناعي، قايمه على الذكاء الاصطناعي، وبعمل لك فيديو شرح رهيب جدا لادوات الذكاء الاصطناعي كلها اللي موجوده في الاوبو رينو 12 5G. فحاول تتابعني على المنصات الثانيه، لان انا هحاول ادي لك الخلاصه وفي نفس الوقت اركز على الفيتشرز الموجوده بس من غير تطويل. واجهه اوبو كمان بالاضافه انها بتدعم كل مميزات الذكاء الاصطناعي، الا انها ستيل برضه لسه خفيفه وسلسه وسريعه، كستمايزيشن فيها عالي قوي، تقدر تخصص اي حاجه في الواجهه دي على ذوقك. بالاضافه كمان الاوبتمايزيشن فيها رهيب جدا، تقدر تحتفظ بالتطبيقات في الخلفيه زي ما انت عايز، الدنيا حلوه وفي نفس الوقت الموبايل سريع وخفيف. مهما بتستخدم الموبايل حتى لو بعد فتره الاداء ثابت وهيسد معاك. لو رحنا على المهام الثقيله مثلا، لو هنقول لعبه ببجي، فهتلعب على ال HDR جرافيك مع الالترا فريم ريت، وهتاخد 60 فريم مستقرين، واللعبه سموث جدا، واهم حاجه الحراره مش هتحس بيها خالص، والدنيا ماشيه سموث وسلسه جدا. بصراحه واجهه اوبو والتطوير اللي ماشي فيها باستقرار، من اول الذكاء الاصطناعي لحد الاستقرار حتى بعد شهرين ثلاثه استخدام، الموبايل سدد معاك كانك لسه مطلعه من العلبه. كل المميزات دي بتخليني ارشح الاوبو وانا مرتاح. مش اعلى معالج في فئته السعريه، ولكن هو اللي مديني الاستابيليتي العاليه اللي حتى على اللونج ران انا ما بتضايقش من اداء الجهاز. الميزه اللي عجبتني بعد كده في الاوبو رينو 12 5G بعد استخدام حبه حلوين هي الكاميرات هنا الحقيقه ادتني تجربه ممتازه جدا. الكاميرا الاساسيه جايه 50 ميجا بكسل اف 1.8 بمستشعر محترم جدا من سوني ال YT 600، مع كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، مع كاميرا 2 ميجا بكسل تصوير الماكرو. كاميرا السيلفي بجمله الارقام تيجي 32 ميجا بكسل فتحت عدسه اف 2.0. خليني اقول لك ان انت تاخد صور محترمه جدا بكاميرات الاوبو رينو 12 5G، وهيعتمد عليها في كل ظروف الاضاءه الاندور والاوت دور والليليه كل حاجه. كاميرا ماشيه معاك حلو جدا وهتسد معاك. في عيب وحيد قابلني هقوله لك في اخر الفيديو، مش عيب في الموبايل، هو حاجه انا كان نفسي تبقى في الموبايل، فتابع بقى لاخر الفيديو عشان تعرف ايه التركايه او ايه الحاجه اللي نقصت هنا انا كنت
كنت مستنيها بصراحه بفارغ الصبر في الاوبو رينو 12 5G. لكن على مستوى الكاميرا الاساسيه هنا انا مبسوط الحقيقه. هتقدر برضه تاخد بيها صور بورتريه 1 اكس و 2 اكس زي الفل، ولكن ده ما يعوضش الحاجه اللي انا كنت مستنيها هنا وهقول لك عليها في اخر الفيديو. الكاميرا الاماميه بتديك برضه صور ممتازه جدا في اضاءه النهار والاضاءه الليليه، وكاميرا يعتمد عليها مفيش اي مشكله. هي بتديك نتيجه محترمه جدا سواء اندور او الدور، برضه الاضاءه النهاريه الكلام كله مظبوط هنا زي الفل. تقدر ترفع صورك على السوشيال ميديا وتكون فخور بنفسك كده، وان الموبايل اللي انت فعلا متصور بيه هو موبايل غالي مش رخيص. ومن المميزات الجميله برضه في الموبايل ان هو بيصور فيديو بدقه ال 4K سواء بالكاميرا الاماميه او بالكاميرا الخلفيه، والكاميرا الخلفيه كمان بتدعم المثبت البصري فنسبه الاهتزاز بتكون مش موجوده. فدي كلها حاجات محترمه تخلي الكاميرا معديه ل 75% من مميزات الجهاز. الميزه اللي بعد كده الموبايل ده فيه كل الكماليات اللي انت محتاجها ما عدا حاجه واحده هقول لك برضه عليها في العيوب. عندك سماعات ستيريو، عندك تقدر تركب كارت ميموري مكان الشريحه الثانيه، في موبايلات في الفئه دي ما بتدعمش تركيب كارت الميموري اصلا. عندك الاي ار بلاستر، عندك مايك اضافي لعزل الضوضاء، عندك جيروسكوب سنسور، عندك مستشعر تقارب او مستشعر مكالمات حقيقي وما بيغلطش والدنيا زي الفل، عندك NFC. كل الكاميرات اللي انت محتاجها وبتستخدمها فعليا موجوده. بعد فتره مطوله انت اكيد محتاج تعرف بطاريه الرينو 12 5G عامله ايه في الاستخدام، هل بتنزل الدنيا ستيبل فيها الدنيا تمام. بصراحه الموبايل بقاله معايا فتره حبه حلوين، البطاريه بتكمل معايا اليوم مستريح جدا، مهام خفيفه مهام متوسطه مهام تقيله، بالعكس كمان ممكن اخلص اليوم والبطاريه لسه 30 او 25%. البطاريه كمان بتدعم الشحن السريع بقدره 80 واط، الموبايل بيتفول شحن بالكامل في حوالي 45 دقيقه. مش بس كده، كمان الشحن السريع 80 واط موجود معاه في العلبه وسكرينه وجراب، ومش هتحتاج تدفع جنيه تاني بعد ما تطلع الموبايل من علبته. ودي من المميزات اللي انا بقدرها وبحترمها بصراحه. تعالى بقى في الجزء ده نتكلم على العيوب او التنازلات اللي انا كان نفسي تبقى موجوده. اوبو رينو 12 5G كان ناقصه عدسه بورتريه قوي بصراحه. انا راجل بتاع سوشيال ميديا، صور البورتريه دي بتفرق معايا وبتودي لي المنصه في حته ثانيه، ولكن بصراحه هنا ال1 اكس وال2 اكس ما اثروش، ولكن مش بنفس كواليتي عدسه التليفوتو. هم برضو هنا مستغنيين عن منفذ 3.5 ملم، ولكن في كونفرتور دلوقتي بيحل المشكله دي وما بيخليكش ان انت تلجا للسماعات البلوتوث الغاليه. وحتى لو جبت سماعه بلوتوث ففي سماعات برضو رخيصه في متناول الايد، ولكن برضو دي حبيت اقول لك عليها. الناس اللي جربت الموبايل تكتب في كومنت تجربتها كانت عامله ازاي عشان الكل يستفيد منها. لايك، كلمتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجه مهمه جدا بتدعمني في الاستمراريه وانتشار المحتوى. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى فيديوهات كتير. سلام.